السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله على الفطار عايزين نعمل فراخ محشية رز وحمام محشي رز. فهنا انا قبل كده كنت في فيديو عملت الرز، هو طريقته بسيطة جدا. بحط معلقة سمنة وبشوح فيها شوية رز على قد الحاجة اللي انا هعملها، وبحط عليها المية وبحط عليها فلفل اسود. بحطش اكتر من كده، ما بحطش لا بصل، هو انا بعمل كده بس. والحقيقة بيبقى طعمه جميل جدا، وكل هنا بيحبوا قوي كده يعني بنفس الطريقة دي. لو انت بقى عايزة تحطي بصل، عايزة تحطي الكبد والقوانص، عايزة تحطي براحتك. فانا زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الرز، وطبعا بطفي عليه. بيبقى نص سوا، بيكمل النص التاني سوا مع الحمام او الفراخ وهي بتستوي. فهنا انا بحشي ما بين الجلد وما بين اللحم، الجزء اللي هو في الصدر فوق، وبحشي من فوق من عند الزور كده. آه، بيبقى الرز طبعا نص سوا. وزي ما انتوا شايفين طريقة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة. انا طبعا ما عملتش الرز لان انا كنت عاملاه قبل كده في فيديو تاني، فقلت انتوا اكيد عارفينه يعني. فانا يعني عشان اصلا الفيديو ما طولوش اكتر من كده، فالحاجة اللي هي عملتها قبل كده مش هعملها في الفيديو التاني. هنا طبعا حشيت الحمام، وهنا الفرخة ما كنتش اصلا ناوية ان انا احشيها، فلذلك كنت فاتحة الزور بتاعها. بس ممكن الرز فاض عندي كتير، فقلت اما احشيها بالمرة، مش مشكلة، مش لازم ان انا احشيها من فوق. انا كنت اصلا هسلقها كده من غير اي حشو جواها. هي دي طبعا فرخة شمرت، هتاخد تقريبا نفس السوا بتاع الحمام. فقلت فض عندي الرز، فقلت اما احشيها واسلقها مع الحمام عادي. طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص. وطبعا بقفلها كده، ما بقفلش بخل او بحاجه، هي كده كده اصلا الرز ما بيطلعش يعني، ما بتقفليها كويس كده، هو زي ما انا بقفلها الرز ما بيطلعش بره ولا حاجه. عايزين بقى نعمل من الشوربه بتاعه الفراخ ديت والحمام. عايزين نعمل ملوخيه صعيدي، ملوخيه ناشفه صعيدي. آه، بس بعد ما نسلق الفراخ الاول، الفرخه والحمام دوت نسلقهم، هناخد جزء من الشوربه بتاعتهم وهنعمل بيها الملوخيه اللي هي الناشفه. طبعا هنا بتبل الشوربه بتاعتي، بحط بصل وتوم وفلفل اسود وملح بس، ما بحطش اكتر من كده. واذا كان ممكن مكعب مرقه دجاج وكده. بسيبها طبعا تستوي. وبعد كده بنيجي بقى للملوخية اللي احنا عايزين نعملها. هنا بجيب معلقة، انا بحب اعملها بسمنة بلدي، يعني احنا نعملها زي الصعايدة ما بيعملوها بالظبط. هنا معلقة سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بكون عندي دقة ثوم، ومع الثوم بكون آه بعد ما معلقة السمنة بتقدح كده شوية، بروح منزلة عليها معلقة الثوم. بسيبها طبعا قبل ما تخش في التحمير او تتحمر كده شويه، ما بخليهاش لونها يغمق قوي. أه بعمل ايه بقى؟ ده طريقه طبعا غير اللي احنا بنعملها، غير ما كل الناس بتعملها كده يعني، هي دي اصلا الصعايده اللي بيحبوا يعملوها بالطريقه دي. شوف بقى نحط ايه على الثوم لما يخش في السوا. اول ما التومه بتتحمر شويه بكون مقطعه قرن فلفل وطماطميه صغيره خالص، وبحطها على الثوم زي ما انتوا شايفين كده. وبسيبها تتسبك بتاع دقيقتين تلاتة، وبروح حاطه عليها الشوربه بالمقدار اللي انا هعمل بيه الملوخيه الناشفه. بسيب الشوربه تغلي، وبعد ما بتغلي بصوا بطفي عليها. ما بحطش الملوخيه وهي الشوربه بتغلي. بحط هنا مكعب مرقه دجاج، ممكن ما تحطيش لو انت مش عايزه، بس انا حبيت ان انا احط. هنا ما بحطش الملوخيه والشوربه بتغلي. بقفل البوتاجاز وبعدين بحط الملوخيه زي ما انتوا شايفين كده. المقدار اللي على قد الشوربه لحد ما بظبطها كويس، بيبقى زي ما انا عايزه يعني، التقل بتاعها زي ما انا عايزه. طبعا لو انا حطيت الملوخيه والبوتاجاز شغال، الملوخيه هتفور على البوتاجاز، فطبعا انا عشان ما تفورش بطفي البوتاجاز، وبروح حاطه الملوخيه زي ما انا عايزه، وبشوفها هل هي عايزه ملوخيه تاني او مش عايزه، وبزودها على حسب ما انت بتحبيها، بتبقى ايه، تقيله خفيفه زي ما انت بتحبيها. انا هنا حطيت شويه تاني عشان حسيت انها خفيفه شويه. وبقلب فيها كل ده، البوتاجاز مش شغال. بعد كده بقيد عليها يا دوبك بس هي غلوة واحدة بس يعني، يا دوبك زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك غلوة حاجة بسيطة قوي، وبطفي عليها. اهو هي بدأت هي بتغلي غلوة واحدة، وبعدين بطفي عليها بقى.
طبعا هي متبله وكده، محطوط لها كل حاجه. هنا خلاص طلعنا الفراخ بتاعتنا واتحمرت وزي ما انتم شايفين. وجه ميعاد الفطار، حطينا الملوخيه وحطينا الاكل. وتعالوا تفضلوا بقى معانا. واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان انتم متنسونيش في اللايك والاشتراك.